ايفونا. ايه قصة ايفونا؟ اقدر اقول لحضراتكم من مصدر موثوق داخل النادي الاهلي انه صفقة ايفونا انتهت لصالح النادي الاهلي تماما، بثقة انه كلام خلاص احنا خلصنا صفقة ايفونا، ولدرجة ان احنا يعني الموضوع اتقفل بالنسبة لنا، الملف مقفول، وبنفكر كمان هنعمل ايه. ده ايفونا لاعب الوداد المغربي. طبعا انتوا عارفين القصة الكبيرة اللي حاصلة في موضوع ايفونا. ايه بقى؟ انه نادي الزمالك كان دخل في الصفقة، ونادي الزمالك خلص اللاعب والكلام ده كله. حتى رئيس نادي الوداد كان اتكلم على التصريحات اللي خرجت من نادي الزمالك، وقال ان هي يعني جنبها التوفيق في الى حد كبير، وده يعزز شويه من الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم. مصدر بالنادي الاهلي اكد انه ايفونا النادي الاهلي خلصه خلاص زي ما خلص جون انطوي، وانه القصه بالنسبه لهم دلوقتي مين اللي جاي، وما عندهمش مشاكل في الفلوس خالص. كل حاجة خلصانة مترتبة مع الوداد المغربي. وارجعوا بس كده لما قلت لحضراتكم انا من كام يوم، قلت لكم انه العقبة اللي قدام النادي الاهلي في موضوع ايفونا قد تكون احترافه في اوروبا، لانه اللعيب عنده عدة عروض احتراف. انما يعني قصته دي في النادي الاهلي مش شبه منتهية، هي منتهية. لدرجة كمان انه النادي الاهلي عارف مين اللي هيمشي ومظبط مين اللي هيمشي. وانا ممكن اقول لحضراتكم الخبر ده انه قد يكون بيتر ايبي هو اول الراحلين عن النادي الاهلي.